كل يسأل عن سالفة شماغ الأردني وشنو سالفتها معاي، خاصة مع أحد تجار رجال الأعمال في السعودية. كنت معزوم في حفل افتتاح ديوانية الشيخ عبد الله العاشر الجربة في الرياض، وكان الموضوع قبل 6 سنوات تقريبا. الحاصل هناك شخص كان جالس على يميني يسولف بلغة إنجليزية، يقول لي الشماغ هذا اللي لابسه من صنع؟ قلت هذا صنع أردني. قال لي مستنكر ومستغرب، يقول الأردن تصنع؟ قلت هي الأردن تصنع. قال لا الأردن ما تصنع ولا عندها شيء من الصناعات، في 2 من عنده قاعد يطبلون له. قال لي طال عمرك ما يصنعون شيء. سكت وكتبت هذه الأبيات وبعدين ألغيتها في نفس المكان وهو يسمعني، وسمعها ومشى وطلع من الباب. ممتاز في كبر الهدب وممتاز في صغر النقوش، يوم من الأيام تاج للفقير وللغني. قال العميل اللي مركب شعر ومركب رموش، للمرة الأولى تشوف العين مصنوع أردني. تلعفوا يا فارس البث الفضائي والدشوش، أيام عمرك يوم باريسي ويوم اللندني. حضارة البترول زادت بالخزانات القروش، وقامت بتلميع الحوافر والنحاس المعدني. الأردن اللي علم الأمة مهارات الجيوش، أبو ردين شهرته عند الأقاصي والدني. المدفع اللي منه تزداد الجنايز بالنعوش، ضيق على الأعداء مساحات الطموح الهيمني. أثبت لنا كيف الضحايا تنتصر ضد الوحوش، وأن الكرامة بالهوان أثمارها ما تنجني. غصب على الوجه المقنع والمعبس والبشوش، أول بلد يستقبل النهضة وفيها يعتني. صدر لنا عدة علوم نافعة ما هي رتوش، كم تجربة علم طلع منها بعلم ذوعني. معقل بني هاشم عروش المجد وسياد العروش، تحنالهم رؤوس الجبال ورؤوسهم ما تنحني.